السلام عليكم يا أحلى متابعين. بنبدأ كلامنا بالصلاة على النبي عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، وما تنسوش دعمنا باللايك والشير للفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس علشان يوصلكوا إشعار بكل جديد بنعمله. من كم ألف سنة كان في حرب كبيرة بين عالم الجنيات والمعلمين الروحيين وبين زعيم الشياطين. في المعركة دي كل طرف كان بيقاتل عدوه عاوز ينتصر عليه حتى لو كان هيموت فيها. كان ملك الشياطين نانهو استدعى كل الشياطين اللي في مملكة الظلام علشان يكسروا البوابة والحاجز اللي بين العالمين ويقدروا يسيطروا على كل حاجة. بس يونكيو ملك الجن كان بيحاول بكل قوته علشان ما يكسرش البوابة. الاتنين كانوا طايرين في الجو وبيستخدموا قواهم السحرية اللي كانت بتدمر كل حاجة حواليهم. وفي الوقت اللي يونكيو ونانهو بيصيبوا بعض وكل واحد فيهم بيقع في اتجاه، بتظهر شوي جي زوجة نانهو. حبت في الوقت ده تنهي الحرب والمعركة اللي كانت هتدمر حياة ناس كتيرة جدا وهتغير توازن العالم. ساعتها شوي جي استخدمت قواها السحرية وكل جوهر روحها واتبخرت. بس مش هي لوحدها، دي التعويذة اللي عملتها هانت حياة نانهو معاها واتبخر هو كمان. من بعدهم بيموت يونكيو بسبب إصاباته الخطيرة اللي تسبب فيها نانهو. ساعتها بتنتهي المعركة وأتباع نانهو بيختفوا. أما المعلمين الروحيين بياخدوا سيف نانهو اللي يعتبر أقوى سلاح في العالم اللي اتحبست فيه قوته الشيطانية وبيختموه بتشكيلة سحرية في قاع جبل كونلون. في الوقت اللي كان جوهر روحه والرمز المتبقي منه ختموه بتشكيلة سحرية برضه في القاعة الكبرى في القصر، لأن الرمز ده له القدرة على استدعاء الشياطين مهما كانوا، واللي هيملكه أو هينشطه هيكون هو ملك الشياطين وهيقلب ميزان العالم. وبعد 14 سنة في مدينة بانهاي بنتعرف على تشونج زي بطلة حكايتنا. ما كانتش بنت غنية ولا حتى ليها بيت، كانت يتيمة ومشردة وحياتها كلها في الشارع. أول ما بنشوفها كانت بتهرب من أصحاب المحلات علشان بيتهموها إنها سرقت من الأكل بتاعهم. بيحاصروها في شارع ضيق وبيضربوها وبيحذروها إنها لو سرقت منهم تاني هيقتلوها. في الوقت اللي كان لو ينفان وصديقه تشوبو فو، اتنين من المعلمين الروحيين واللي كانوا موجودين في المعركة اللي كانت من 14 سنة وشاهدوا موت يونكيو ونانهو، كانوا قاعدين في مطعم وتشوبو فو بيقول للو إنه جهز له الآلة السحرية وهيروح علشان يستلم سيف الشيطان. ساعتها لو بيسمع استغاثة تشونج زي اللي كانت مربوطة بحبل ومتعلقة على ارتفاع عالي وممكن في أي وقت الحبل يتقطع وتقع. ساعتها لو مش بيقدر إنه يسمعها بتستغيث وما يعملش حاجة. في اللحظة اللي الحبل بيتقطع وبتقع هو بيطير ناحيتها وبينقذها. تشونج زي كانت متفاجئة ومبسوطة إن أمنيتها اتحققت وشافت واحد من المعلمين الروحيين، وقبل ما يمشي بيلاقيها جعانة فبيسيب لها كعكة. تاني يوم الصبح تشونج زي بتصحى، لما بتشوف الكعكة في ايدها بتتأكد إنها ما كانتش بتحلم ولا حاجة. بس بعدها وهي ماشية في السوق المتسولين اللي بيضايقوها على طول بيشوفوها ومعاها الكعكة فبيجروا عليها وبيخطفوها منها وبينزلوا فيها ضرب. فكانت تشونج زي بتغضب جدا وبتفجر الطاقة المظلمة اللي جواها بسبب غضبها وإنهم بيأذوها. بقى حواليها هالة مظلمة وبحركة واحدة من ايديها بترميهم كلهم بقوة ومسافة كبيرة. بيقولوا إنها وحش وبيهجموا عليها تاني عاوزين يقتلوها. ساعتها بيشوفها تشوب فو المعلم الروح التاني صديق له مش بيسيبهم يتنمروا عليها ويضربوها. هو الوحيد اللي ساعدها مع ان الشارع كان زحمة جدا ومحدش فكر انه يتدخل ويبعدهم عنها. المهم انه بيقيد العصابة دي بتعويذة سحرية وبيرموهم بعيد عنها. هم اول ما بيشوفوه بيعرفوا انه معلم روحي وقواه الروحية القتالية كبيرة جدا فبيهربوا بسرعة. وتشوب فو بيروح يساعد تشونج زي وبيعالج جروحها. بيعرف منها ان الكل بيتريق عليها علشان اسمها، بيقول لها انها لما تحس بالغضب ما تفكرش في اذية الناس علشان ما ترتكبش خطأ وتفقد السيطرة وتلاقي نفسها في طريق الظلام. عشان يساعدها ويحميها بيرسم لها رمز سحري في ايديها له قوة سحرية. ساعتها تشونج زي بتطلب منه انه يعلمها ازاي تبقى معلمة روحية زيه قوية. بيقول لها تروح جبل نانهو علشان تنضم لمدرسة الفنون القتالية هناك، من حسن حظها ان في مسابقة اليومين الجايين. قبل ما يمشي كان سايب لها كعكة غير اللي خسرتها، بس تشونج زي مش بتاكلها لوحدها مع انها كانت صغيرة وبتشترك فيها مع صديقتها واحدة عجوزة. وقتها العصابة بتهاجمها تاني بس المرة دي تشونج زي بتصدهم بإيدها، وفجأة بيخرج منها نور وقوة كبيرة بتخلي كل شيء حواليها يتزلزل والعصابة بتخاف منها وبتهرب. ليلتها بالليل كانت تشونج زي نايمة بتحلم بالمعلم الروحي اللي أنقذ حياتها وبتتمنى إنها تكون تلمسته. فجأة بتصحى على صوت عاصفة غريبة في الغابة وكان الجو فيه طاقة غريبة أول مرة تحس بيها. الغريب إن الرمز اللي تشوبو فو كتبه لها على إيدها اختفى. وبننتقل بعدها لجبل نانهو. كان كل المعلمين الروحيين متجمعين يعني تشوبو فو انشق عنهم لما سرق سيف الشيطان وقتل 3000 من تلاميذ جبل كونلون. دي كانت مشكلة كبيرة هتأثر على استقرار العالم كله. ولما الزعيم بيطلب من الكل انهم يطاردوا تشوفو ويقتلوه، كان لو ينفان عنده رأي مختلف وبيطلب التحقيق بدقة الأول في اللي حصل. ولما بنرجع لتشونج زي كانت قررت انها تروح جبل نانهو، بس بنلاحظ ان في واحدة من عشيرة الظلام كانت بتراقبها طول الوقت وبتروح تبلغ شخص غامض ان تشونج زي رايحة الجبل. كانت عاوزة تساعد تشونج زي في رحلتها، بس الشخص ده بيرفض وبيقول لها انها اقوى مما تتخيل وهتوصل لوحدها.
لوين فان كان في قصره بيفتكر مرة كان بيتدرب فيها، وبنعرف انه بيمتلك قوة كبيرة جدا، وهو اللي كان بيجهز اللؤلؤ السحري اللي كان تشو بوفو بيقول عليه علشان يستخدموه في تنقية سيف الشيطان من القوى المظلمة. وقتها كان تشو بوفو في طريقه الجبل كله ومعاه 3000 من تلامذة المدرسة. لوين فان لما بيفتكر كل ده بيستغرب ايه اللي ممكن يكون حصل لصاحبه خلاه يتغير ويتقلب حاله من الخير للشر. تشونج زي بقى كانت ماشية في الغابة علشان توصل جبل نانو، وبرغم المصاعب اللي مرت بيها وهي لوحدها فجأة بتلاقي أفعى ضخمة جاية عليها وبتهاجمها، فبتقع من فوق التل وكانت هترجع لنقطة البداية تاني. تشونج زي مش بتستسلم، بتمسك في شجرة وبتتسلق من جديد. وبعد كام يوم كانت وصلت للبلد اللي في سفح الجبل، وهناك بتقابل مجموعة كبيرة من الأغنياء ومتدربين المدارس المختلفة، كانوا جايين علشان يشاركوا في المسابقة وينضموا لمدرسة نانو للفنون القتالية الروحية. أول ما بيشوفوا تشونج زي بمظهرها بيتريقوا عليها وإنها متشردة وفاكرة إنها هي اللي هتفوز وتنضم لأكبر مدرسة فنون قتالية في العالم. تشونج زي بتسمع كلامهم بس مش بتأثر بيه أبدا. كان من ضمن الموجودين الأمير كي، وأمه كانت جاية تودعه وبتديله رسالة من أبوه يوصلها لتشيان جي المعلم الأكبر. ساعتها الكل بيتفاجئوا إنه يعرفوا شخصيا، وكده ضمن انضمامه للمدرسة. شوية وبتوصل الأميرة المغرورة اللي من أول ما تشونج زي بتشوفها وهما الاتنين بيتخانقوا فجأة الجبل بيختفي وسط الضباب. بيقربوا من الحافة علشان يعبروا للناحية التانية كان الجسر غريب جدا، وأول اللي بيعبروه بيتفاجئوا بأغصان مسحورة بتمسكهم وبترميهم من فوق. ساعتها الكل بيعبروا بحذر شديد. في القصر كان المعلم الأكبر والمعلمين الروحيين بيراقبوهم علشان ده أول اختبار ليهم والقوة تحملهم وذكائهم. بعد ما بيعبروا الجسر بيظهر قدامهم جسر تاني، بس ده كان عبارة عن صخور طافية في الجو وبتتحرك بشكل مفاجئ وعشوائي. كتير بيقعوا من عليها، حتى الأميرة كانت هتقع بس تشونج زي بتنقذها في الأول. ورد فعل الأميرة إنها كانت بتزعل تشونج زي لأنها شايفة إن إيدها مش نظيفة بسبب مظهرها، ولما بتقع تاني تشونج زي بتخلي الأمير كي هو اللي يساعدها. بعدها بشوية كانوا وصلوا الغابة، وهناك بيتفاجئوا بنمر أبيض ضخم بيهاجمهم. تشونج زي وكي هما الاتنين بيتصدوا ليه وبيحاولوا يتغلبوا عليه علشان الكل يعدوا بأمان. النمر كان قوي جدا وكي بيتصاب. لما كان بيهاجم واحدة من المتسابقين تشونج زي بتجري عليه وبترميه بغصن عشان تشتته وتبعده عنها. واول ما النمر بيهاجم تشونج زي وكان هيقتلها، قوتها المظلمه بتظهر وبتحوطها بهاله سودا بتأيد النمر وعينيها بتتغير للون الاحمر. ساعتها النمر بيخاف وبيهرب. في القصر كان المعلمين بيراقبوا الموقف. اول ما بيشوفوا الطاقه المظلمه اللي بتمتلكها تشونج زي بيتصدموا، لانهم ما شافوش الطاقه دي غير لواحد بس، هو نانو ملك الشياطين اللي مات من 14 سنه. لوين فان هو كمان شاف قوه تشونج ار وكان مستغرب هي ازاي بتمتلك قوه بالحجم ده. من قبل ما تشونج زي توصل للقصر كان المعلم الأكبر قرر إنها ما تنضمش للمدرسة علشان القوى المظلمة. بعد شوية كان المعلم مو في انتظار المتسابقين في مدخل المدرسة وبياخدهم على القصر علشان المعلمين يختاروا تلاميذهم. اللي بينجح وبيتقبل في المدرسة كان كي طبعا أول واحد، والأميرة اللي بياخدها المعلم الأكبر تلميذته الوحيدة. بتتفاجئ تشونج زي إن تيان جي بيقول لها إنها مش هتكون تلميذة هنا، وبيطلب من المعلم مو إنه يوصلها لسفح الجبل علشان يتأكدوا إنها مشيت. ساعتها تشونج زي مش بتسكت، بتقول للمعلم انت ازاي لسه بتقول ان اللي ما عندهمش موهبه عملهم الجد وتدريبهم هيخليهم احسن، وانها وصلت هنا بمجهودها لوحدها ومحدش ساعدها ابدا. بتتهمه انه منافق علشان قبل الاغنياء وهي علشان فقيره وملهاش حد بيطردها. لوين فان كان في قصره بيراقب اللي بيحصل، واول ما بتسمعها بتغلط في المعلم الاكبر. بيفتكرها ويعرف انها هي البنت اللي انقذها لما كان في المدينه. المعلم تيان جي بقى مش بيستحمل اهانات تشونج زي واتهاماتها، مره واحده بقواه السحريه بيضربها ضربه بتطيرها لبره القاعه. بس في اللحظة دي بيجي لوين فان طاير وبينقذها. هي أول ما بتشوفه بتتعرف عليه وبتعرف إن هو اللي كان أنقذها في المدينة. أصلا الكل بيتفاجئ بيه، والمفاجأة كانت أكبر لما بيقولوا إن تشونج زي هتكون تلميذته الوحيدة ومش هيدرب حد غيرها. ساعتها تيان جي بيقولوا إنها بتتمتع بقوة مظلمة ومينفعش إنها تستنى في جبل نانهوي. بس لوين فان كان له رأي مختلف، وإنهم لازم يخلوها معاهم ويدربوها علشان لو بعدوها هتكون فريسة سهلة لعشيرة الظلام وهيضموها ليهم، وبقوتها دي كل شيء هيتغير. ولوين فان بياخدها معاه على القصر بتاعه علشان يبدأ تدريبها. وكانت أول حاجة عملها إنه بيغير مظهرها بحركة واحدة بإيده. تشونج زي كانت مبهورة بكل شيء، بس بتتضايق لما المعلم لوين فان بيقول لها إنها ما تفكرش في الأكل، هي جعانة، وإنها لازم تتدرب وتتأمل علشان توصل لمستوى أعلى من القوى الروحية. بيديها كتاب تذاكره، بس بتصدم لما بيعرف إنها لا بتعرف تقرأ ولا بتكتب، فبيديها كتاب تاني بصور الحركات اللي لازم تتعلمها. تشونج زي بتتدرب شوية بس مش بتقدر تكمل علشان جعانة، فبتروح تدور على أي حاجة تاكلها من ورا المعلم. ولما بتشوف سمكة في البركة بتصطادها وبتروح تشويها، بس لما لوين فان بيشم ريحة السمك المشوي بيجري يشوفها عملت ايه. بيتصدم لما بيشوفها بتاكل السمكة اللي بيربيها بقاله 400 سنة، وكمان استخدمت الأعشاب السحرية والكتب القديمة في النار اللي شوت بيها السمكة. وقتها لوين فان بيكتم غضبه وبيعلمها أول قانون إنها تشيل من قلبها أي رغبة في القتل حتى لو كانت غضبانة. تشونج زي كانت خايفة إن المعلم يزهق منها ومن جهلها بالقواعد والقوانين ويطردها،
بس لوين فان كان عنده أمل فيها ومش بيستسلم إنه يعلمها. لما بيعلمها الكتابة مش بتكتب غير اسمه بس. وبعد 3 سنين كانت تشونج زي لسه بتتعلم الكتابة، أما الأمير كي والأميرة مياي وان كانوا في الناحية التانية ومهارتهم الروحية في استخدام السيف اتطورت جدا. ومياي وان كانت مستغربة إن طول ال3 سنين دول ما شافوش تشونج زي، وكانت خايفة إنها تكون بقت أقوى منها. في الوقت اللي كانت تشونج زي بتتحايل على المعلم لوين فان إنه يسمح لها تنزل من الجبل وتروح تقابل صاحبتها القديمة، ولما المعلم بيرفض كانت تشونج زي بتتمشى في الغابة وبتقرر إنها تروح تشوف كي. من غير علم المعلم بتشوف كي وهو بيتدرب على مهارة السيف الروحي، وكانت مبهورة بيه جدا وإنه بقى بالقوة دي. ولما كي بيعرف إنها لغاية دلوقتي المعلم ما اداهاش سلاح خاص بيها بيستغرب ويبدأ يتباهى بمهارته قدامها، وكمان طلع بيطير بالسيف وبياخدها معاه تتفرج على الغابة والجبل من الجو. لما بينزلوا الغابة تشونج زي بتشوف شجرة فاكهة سحرية بتقطف منها ثمرة. لما بيعجبها شكلها ما كانتش تعرف إن الشجرة دي سحرية وممنوع حد يقرب منها غير المعلمين الكبار، لأن فاكهتها بيثقلوا بيها قواهم السحرية والروحية. وأول ما بتقطف منها الحراس بيعرفوا بيجوا يدوروا مين اللي سرق من الشجرة. كي وقتها كان لحقها واستخبوا هما الاتنين وما كانش عارف يحل الورطة دي ازاي ويرجع بيها على المدرسة. ساعتها مياو يوان بتشوفها وبتتخانق معاها، بس تشونج زي بتغضب وقوتها المظلمة بتظهر والمكان من حواليهم بيهتز. بس لما المعلم مو بينادي عليها بتهدى وبترجع لطبيعتها، وبيعاقب كي علشان هو اللي أخدها الغابة السحرية من غير إذن، وبيسامح تشونج زي المرة دي علشان ما كانتش عارفة القوانين أصلا. ولما تشونج زي بتقوله إنها الوحيدة اللي ما تعرفش أي حاجة في المدرسة ولا حتى دخلت القاعة الكبرى زي الباقيين، بياخدها على هناك. في القاعة كان رمز ملك الشياطين. أول ما تشونج زي بتشوفه بتخاف وتتأثر قواها المظلمة بالرمز ده وهي مش عارفة السبب، فبتمشي بسرعة. ولما بترجع للمعلم لوين فان بتقوله على كل اللي حصل معاها، بتسأله هي ليه ملهاش سلاح زي الباقيين. بتتفاجئ إن المعلم مش زعلان منها، بالعكس بيسمح لها إنها تنزل الجبل وتروح المدينة كمان، بس بشرط إنها تحافظ على هدوءها وما تأذيش أي حد. بالليل كانت تشونج زي فاقت من كابوس وهي حاسة بالرعب والخوف، وكانت بتحلم برمز ملك الشياطين والقوى المظلمة بتسيطر عليها. بعدها بكام يوم كانت في الغابة بتعمل قلادة تهديها للمعلم لوين فان، لما فجأة بيهاجمها حيوان سحري مفترس. في اللحظة اللي كانت هتقتله فيها وتضربه بتفتكر كلام المعلم إنها ما تأذيش أي حد، فبتهدى وبتتراجع. ساعتها بيظهر المعلم لو بيسيطر على الوحش وبيخليه يرجع لأصله، فبيتحول من حيوان ضخم لكائن صغير شبه القطة. بيقول تشونجار إنه حيوان من مملكة الشياطين هو اللي أوجابه هنا الغابة علشان يحرسها. وقتها بقى تشونج زي بتقول على المعلم الروحي اللي كان قابلها وعمل التعويذة السحرية في إيدها علشان تحميها. وبالصدفة بيعرف لوين فان إن اللي بتتكلم عليه هو صديقه تشو بوفو. في الوقت ده كان وان جي واحد من أتباع ملك الشياطين ظهر وبيتقاتل مع مجموعة كبيرة من المعلمين الروحيين، بيحاولوا يحبسوه في التشكيلة السحرية بس مش بيعرفوا. كانت قوته أكبر بكتير لأن معاه سيف ملك الشياطين. بنتفاجئ إن وان جي هو نفس المعلم الروحي تشو بوفو، بيقتل عدد كبير منهم وبيقول إن لازم يرجع كيران ويحررها. بالليل كان لوين فان علشان يسعد تشونج زي بياخدها على المدينة في عالم البشر علشان تقابل صاحبتها القديمة. ولما كانوا في المطعم تشونج زي بتشوف واحد من الناس بيتخانق مع بنت في المطعم. طبعا ما بتقفش تتفرج كده وبتروح توقفه عند حد وبتتخانق معاه علشان بيهين البنت. لوين فان بيساعدها وبيضرب الراجل من بعيد بقوة روحية. بس بعد شوية لو بيحس بحد من عشيرة الظلام في الشارع، بيطلب من تشونج زي انها تستناه وما تتحركش من هنا، وبيخرج. وتشونج زي مش بتسمع الكلام وبتخرج وراه. فجأة بيهاجمها شخص غامض لابس اسود في اسود اللي لو كان خارج يطارده. المهم ان كان هيقتل تشونج زي لولا انها قالت له انها تبقى تلميذة لو، فبيسيبها بسرعة. وقتها لو بيظهر وبيهاجمه بسيفه السحر اللي بضربة واحدة منه بيدمر المكان وبيقسم الحيطة نصين، وبيقول له يرجع معاه بس هو بيرفض. هنا بنفهم ان ده تشو بوفو صديقه القديم. لما بيرجع له القصر بيعرف من المعلم الاكبر تين جي انهم هيعملوا لتشو بوفو فخ يوم عيد ميلاد المعلم الروحي مينج علشان يقبضوا على شو بوفو ويستعيدوا سيف الشيطان. بعدها بنشوف تشو بوفو في الصحراء بيعزف على القانون السحري، لما بيظهر له وانج يوي من عشيرة الظلام وبيعرض عليه انه يرجع معاه القصر ويسلمه سيف الشيطان، بس تشو بيرفض. هنا تشو بيفتكر اللي حصل له وبنعرف ان وانج يوي هو اللي وصله للنقطة دي، لانهم لما استعادوا سيف الشيطان كانوا حاكمينه ومأيدين قوته بتعويذة سحرية ولافينه كويس جدا علشان اللي هيلمسه بشكل مباشر هيفعل قوته. المهم ان وقتها تشو اتفاجئ بهجوم من اطياف الظلام وقتلوا كل زمايله ال3000 تلميذ والمعلمين اللي كانوا معاه في الرحلة، وتشو هو اللي تم اتهامه بقتلهم كلهم مع انه بريء. لما بيجري يساعد زمايله والمعلم كان فات الاوان والحاجز السحري اتكسر وكان لازم انه يتصرف بسرعة علشان يحمي السيف. وقتها كان في شخص غامض خطف كيران حبيبة تشو، ولما بيروح وراها ينقذها بيدخل في قتال مع الشخص ده علشان عاوز ياخد منه السيف في المقابل. وبيستخدم تشو مهارة السيف الروحي وبيقاتله بيه، بس التاني كان اقوى منه وبيضربه وبيصيبه اصابة شديدة. ساعتها تشو بيعرف ان ده حامل قصر الشيطاني تيان شيشيه، ولما بيهدده بقتل كيران تشو بيمسك سيف نو لان
وفي لحظتها قوته المظلمة بتسيطر على تشو وبتتفجر جواه قوى الظلام وروح السيف الشريرة بتسكنه وبتحول لوان جي. في الوقت اللي كانت تشونج زي اكتشفت ان صاحبتها القديمة اتقتلت، فبتهاجم اللي قتلها وكانت عاوزة تنتقم منه، بتستخدم ضده قواها الروحية، بس المعلم لو بيمنعها وبيفكرها انها ما تأذيش حد. بعدها هما ماشيين في الشارع بيشوف واحدة بتضرب بنتها بقسوة علشان كانت واخداها تبيعها. ساعتها تشونج زي بتساعد البنت، ولما بتعرف هي والمعلم ان دي زوجة امها وكانت واخداها تبيعها علشان يعيشوا من الفلوس اللي هتقبضها، لو بيديها قطعة ذهب وبيحرر البنت علشان تروح مكان ما تحب. البنت بترفض وبتطلب منه ان يخليها تلمسته، وفين على ما لو بيوافق. بس بعدها وهما في الفندق بيلاحظ انها بتتجسس عليه طول الوقت وبتراقبه هو وتشونج زي. بعدها بيروحوا حفلة عيد ميلاد اللورد مينج ومعاه شونج زي، وهناك بتتعرف على ابن اللورد مينج وبتعمل فيه مقالب من اول ما عرفته علشان بتنمر عليها. بياخدها بيطير بيها فجأة وبيسيبها تقع من ارتفاع عالي في البحر وكانت هتغرق، وبدل ما تقول للمعلم بتنتقم منه بطريقتها لما بتكتب على هدومه وهو بيتأمل. في الوقت اللي كان تشو وصل الجزيرة اللي محبوسة فيها كيران مقابل قصر مينج. تشو بيتخاطر مع كيران في السجن وبيتفق معاها ان بكرة ساعة المأدوبة هيجي ويكسر الحاجز السحري اللي عمله لو ينفان ويحررها. بتفتكر كيران انهم لما كانوا في الكهف في جبل كلون، تشو هو اللي نجح في السيطرة على السيف وكبح قوته الشريرة وانقذهم كلهم من الطاقة الخارجة من السيف وكانت هتقتل الكل. اي نعم السيف كانت قوته رهيبة، واول ما تشو بيلمسه بتحصل موجة انفجار شديدة بترميه بعيد، بس بعدها بيلاقي ان السيف طاقته المظلمة اختفت. ما كانش عارف ان القوة دي اتسللت لجسمه واندمجت معاه من غير ما يحس. والاتمتيان هاجمه وهدد بقتل كيران. تشو مسك السيف وفعل قوته المظلمة لما طلب منه انه يمده بالقوة اللي تخليه ينقذ كيران. ساعتها القوة المظلمة بتسيطر عليه بالكامل وبتحول لوان جي، مع ان قلبه نضيف مفيش فيه الرغبة في القتل. وتاني يوم في الوقت المناسب بيخترق تشو الحجز وبيهرب كيران من الزنزانة. ساعتها لو ينفان والمعلمين بيظهروا وبيطلبوا منه انه يتراجع ويسلم نفسه، بس تشو بيرفض وبيقتلهم بسيف الشيطان لغاية ما بيهربوا معاه كيران. بينتهي ساعتها الحديقة الخلفية للقصر اللي كانت تشونج زي فيه، وبالصدفة تسمعه وهو بيتكلم مع كيران. تشو بيتفاجئ بان كيران عاوزاه يبعد عنها لانه تسبب في موت كل اللي حواليها. ساعتها بيحس بتشونج زي بتتجسس عليهم، فبقوته المظلمة بيكسر الباب وهو واقف مكانه وبيسحبها على الارض وبيصيبها كان هيقتلها، لولا ان المعلم لو وصل في الوقت المناسب وبيحميها بدرع من القوى السحرية وبيتقاتل مع تشو. بس من حظه ان وانج يوي بيساعده ساعتها وبينقله لقصر ملك الشيطان. وتشونج زي كانت اتصابت بشدة، وعلشان لو ينقذها بينقلها من طاقته الروحية. وانج يوي بقى كان فاكر انه لما ينقذ تشو فده هيخليه يوافق على انه يسلمه السيف ويثق فيه، بس بيلاقيه سابه ومشي. بعدها بنشوف كيران كانت في الغابة لوحدها لما المعلمين الروحيين بييجوا يقابلوها علشان يقبضوا على تشو فاكرينه معاها. هي بتقول لهم انها ما تعرفش عنه حاجة وبترفض تدلهم على مكانه او انها تروح معاهم حتى. بتقوم بينهم معركة بالسيوف لانهم عارفين ان استحالة يكون بعيد عنها، فطالما هي هنا يبقى اكيد هو قريب. وقتها كانت تشونج زي في القصر وبتتخانق مع مياو يون علشان بتتريق عليها وبتهين المعلم لو وانه مش معتبرها تلميذة اصلا، وعلشان كده ما ادهاش سلاح لغاية دلوقتي. ساعتها تشونج زي بتسحب سيف مياو يون في لحظة وبتحطه على رقبتها وبتهددها انها لو اتريقت عليها تاني هتقتلها بسيفها. كان المعلم لو واقف بعيد وشايف الموقف، وبعدها بياخد تشونج زي على قاعة الأسلحة السحرية علشان تختار السيف بتاعها. تشونج زي كانت فرحانة جدا وبتخليه هو اللي يختار لها السيف، فبيختار لها عصا سحرية. بيقول انه لقى حتة الحديدة دي من 200 سنة في جبل كلون، حاول انه يعمل منها سيف معرفش ابدا وما اتظهرش لانها اصلا كانت جزء من نيزك واقع من السماء. كانت فخورة ان معلمها القهوة في المدرسة اداها السلاح القهوة والاجمل ده، بتعود انها تستخدمه لحماية نفسها من غير ما تأذي حد او تستخدمه في الشر. ومن بعدها تشونج زي كانت طول اليوم بتتدرب على انها تتحكم في العصا السحرية بتاعتها، مع ان الموضوع كان صعب في الاول لانها بتنجح اخيرا وبتطير بيها كمان. في يوم لو ينفان كان مسافر لجبل كلون، وقبل ما يمشي بيعمل ختم الروح على ايد تشونجري علشان لو اتعرضت لاي خطر يحميها، وكمان هو يعرف انها في خطر. ساعتها بتفتكر لما تشو بوفو عمل نفس التعويذة عليها يوم ما قابلها في المدينة. لما بيروح كلون كانوا قبضوا على كيران وبيحققوا معاها عاوزين يعرفوا مكان تشو بوفو او وان جي. هي كانت مصممة انها ما تعرفش مكانه. فجأة بيظهر تشو بوفو بيسيطر عليهم بسحره المظلم وبيخطف كيران وبيهرب بعد ما بيفك كلام لو للمرة التانية انه يرجع للعشيرة تاني، ولو بيروح وراه في نفس الاتجاه على امل ان يلحقه. الفترة دي كانت تشونج زي نزلت من الجبل وراحت المدينة مع كي وباقي طلبة المدرسة، ولانها هي ومياو ويوي مفيش بينهم وفاء كانوا على طول بيتخانقوا، خصوصا لما تشونج زي بتعمل في مياو يوي مقلب وبترسم على وشها وهي نايمة سلحفاة. ساعتها مياو يوي بتتخانق معاها وكانت هتطعنها بالسيف، بس تشونج زي كانت سريعة وبتصد ضربتها بعصايتها السحرية. كي بيحاول ان يبعدهم عن بعض ومش بينجح في ده غير لما بيقف قصاد مياو وبيعترض مسار السيف. بيتفق معاه انه هيخليها ترجع المدرسة تاني، بس محدش يقول على الخلاف اللي حصل لان وقتها كلهم هيتعاقبوا. فعلا تاني يوم كل المجموعة بترجع على المدرسة.
تشونج زي هي اللي بتستنى في المدينة علشان المعلم لو لما يرجع. وقتها كان لو عرف انها سابت الجبل وخالفت اوامره، وبيتخانق مع مو علشان معرفش يحميها في غيابه، وبيهدده هو وباقي المعلمين لو حصل لها حاجة هيكون حسابه معاهم شديد. الكل ساعتها بياخد باله من عصبية لو الغريبة علشان تلمسته. وقتها كان كي قبل ما يرجع مع زمايله بيدي تشونج زي بخور سحرية وبيقول لها انها لو ولعتها هيقدر اي معلم روحي على بعد 500 متر يحدد مكانها ويلاقيها، وبيقول لها على المكان اللي ممكن تلاقي فيه لو. بسرعه تشونج زي بتروح على هناك، من حظها ان وان جي كان هناك مع كيران اللي كانت في الينبوع السحري علشان تعالج جروحها من اثر تعذيب المعلمين الروحيين، علشان تدلهم على مكان وان جي. في اللحظه اللي تشونج زي كانت قربت من الينبوع بتسمع صوت وان جي وبيتكلم مع كيران وبتتعرف عليهم من صوتهم، فبتركز معاهم وبتجيلها فكره انها تولع البخور علشان لو ينفان يلاقيها وبالمره يقبض على وان جي. فجاه لما تشونج زي بتسمع اسم تشو بوفو بتفتكر ان هو المعلم الروحي اللي كان انقذها في المدينه. ساعتها وان جي بيحس بيها وبيقبض عليها بقواه الشريره وكان هيقتلها لانها بتتجسس عليه، بس تشونج زي بتنادي عليه باسم تشو بوفو علشان تفكره بشخصيته الحقيقيه. فجاه بينزل سيف لو ينفان على الارض بين وان جي وتشونج زي ويحميها. ولما لو ينفان بيظهر وبيشوف وان جي بيطلب منه انه يرجع معاه المدرسه، بس هو بيرفض وبيحذره من تشونج زي وقواها المظلمه اللي هتتقلب عليهم وتخليها مطمع للشياطين. وفي لحظه وان جي بيختفي مع كيران، اما لو ينفان فبيعاقب تشونج ار وبيخليها تقعد على الارض لغايه ما تعرف غلطتها وتعتذر له. تشونج زي بتفضل على حالها ده 3 ايام بلياليهم لغايه ما بيغمى عليها في الاخر، وبتفوق تاني يوم تلاقي نفسها في قصر المعلم لو. وفي مكان تاني في الغابه كانت كيران صممت انها تبعد عن وان جي، وده علشان الاختلاف ما بينهم، ووجودهم مع بعض هيخلي الكل يهددوا بيها ومش هيعيشوا في امان، ومش هتنسى ال 3000 شخص اللي ماتوا بسببهم. بعدها وان جي بيروح قصر الملك الشيطان ليونج يوي يطلب منه حبوب تنقيط الطاقه الشيطانيه، لان وان جي كان عاوز يتخلص من كل الطاقه الشيطانيه اللي مسيطره عليه بسبب السيف ويرجع لطبيعته تاني ويبقى انسان عادي حتى لو كان هيخسر كل قواه الروحيه. ويونج يوي بيوافق بس بشرط انه يقبض له على حد. اكيد انتوا عرفتوا هو قصده على مين، تشونج زي طبعا. في الوقت اللي كان تشو هاو ابن جنرال مينج بيتحايل على ابوه علشان يوافق يجوزه تشونج زي، ومينج بيوافق اخيرا، بس موافقته هو ولا غيره لا كانت هتقدم ولا هتاخر، لان تشونج زي وقعت في حب المعلم لو ينفان ومحدش عارف. ولما مينج بيروح للحكماء علشان يتفق معاهم على زواج تشي ها من تشونج زي، لو ينفان بيرفض بما انه معلمها. في الوقت اللي بنتفاجئ فيه ان واحد من القصر بيبقى جاسوس ليونج يوي في عشيره الظلام، بيروح يقابله وبيقوله ان العلاقه بين لو ينفان وتشونج زي ماشيه زي ما اتخطط لها تمام. ساعتها يونج بيقرر انهم يبداوا الخطوه الثانيه من خطتهم. ولما بتكون تشونج زي نايمه بتسمع صوت جرس، وفجاه بتشوف كوابيس في نومها وانها راحت القاعه الكبرى اللي فيها رمز تيانهو وفعلته بدمها. ولما بتصحى كانت مرعوبه، بس تاني يوم الكل بيتفاجئ ان في حد اقتحم القاعه الكبرى وعمل تعويذه الدم على الرمز الشيطاني. ساعتها الحكماء بيجمعوا كل الطلبه بيفتشوهم علشان يعرفوا مين اللي ايده مجروحه، يبقى هو اللي اقتحم القاعه وكان بيحاول ينشط الرمز. ولما مش بيلاقوا دليل على الطلبه، المعلم داو بيعمل تعويذه بتظهر اللي حصل ليله امبارح، والكل بيشوفوا ان تشونج زي هي اللي استخدمت دمها على الرمز. تشونج زي كانت مصدومه ومتفاجئه لانها ما خرجتش من اوضتها، وده الحلم اللي شافته امبارح. لما بتقول الحقيقه محدش بيصدقها ابدا علشان عارفين انها بتتمتع بقوه مظلمه. ساعتها تشونج زي بتقول لهم يسجنوها لغايه ما يكتشفوا الحقيقه، وانها مش هتهرب لغايه ما تظهر براءتها. ولما مياوي ويه كانت واخداها على السجن بيتخانقوا سوا، ويظهر تشو هاو كان جاي يهرب تشونج زي، بس هي بترفض انها تروح في اي مكان غير السجن. فجأة بيظهر وان جي وبيخطف تشونج زي في لحظة وبيختفي، بياخدها على الصحراء القاحلة اللي كان قاعد فيها. تشونج زي بتفوق تلاقي نفسها في المكان المهجور ده، ولما بتدخل القصر بتشوف وان جي بيعزف على القانون السحري اللي بيعزف عليه نغمات مميتة كانت هتأذيها علشان بتناديه بتشو بوفو. ولما بتسأله ليه خطفها بيقول لها انه انقذ حياتها. واول ما لو بيعرف بخطف تشونج زي بينتقل لقصر يونج يوي وبيتفاجئ بتشو هاو هو كمان جاي بيدور على تشونج زي. وقتها بقى لو بيتفاجئ ان وان جي مش معروف مكانه. تشونج زي في الوقت ده اول ما بتشوف السيف مع وان جي بتخطفه منه بسرعه علشان تهرب، بس هو بيستخدم مهارته في انه بيقيدها في الارض وبياخد منها السيف تاني. ما كانش فيه مهرب من هناك لانه عامل درع وتشكيله سحريه محدش بيعرف يخرج منها غيره، وكمان محدش يعرف يلاقي المكان ده او يوصل لتشونج زي. وبعد ما بيمشي شويه بيرجع تاني وكان متصاب، فبتجري عليه علشان تساعده لانها لما اتعاملت معاه حست ان تشو بوفو لسه موجود جواه ومش عاوز يأذيها. وبتفتكر كلامه لما كان قابلها في المدينه انها لازم تعامل الكل كويس وما تاخدش المظهر. في الوقت اللي كان له في الصحراء وبيعمل تشكيله اهتزاز الارض ومره واحده بيحصل زلزال كبير، كان له هيتجنن عاوز يلاقي تشونج زي في اسرع وقت. ولما الزلزال ده بيحصل القصر بيتهد على وان جي. الغريب انه لما بيلاقي تشونج زي في خطر والصخور هتقع عليها بيجري عليها ويحميها وبيبعدها بسرعه، والصخور بتقع عليه هو وبيتصاب. ساعتها تشونج زي بتشوف ان دي فرصتها وبتاخد السيف علشان تهرب بيه، بس لما بتقف دقيقه تفكر بتقرر انها تقتله. بس في اخر لحظه بترجع في كلامها وبتفتكر كلام تشو بوفو تاني،
وساعتها بتقرر انها تستنى معاه وتعالجه وتحميه. فعلا بتروح الصحراء تدور على اعشاب علاجيه، ولما وان جي بيفوق بيلاقيها جايه وبيستغرب انها ما هربتش، بما ان الزلزال ده كان بسبب لو ينفان اللي بيدور عليها. بيقول لها ان التعويذه دي قويه جدا لدرجه ان مفيش حد من المعلمين الروحيين او الحكماء عنده الجرأه انه يعملها خوفا على قوته الروحيه. معنى كده ان تشونج زي مهمه جدا عند لو. وبتكتشف تشونج زي كمان ان السيف اللي كانت هتهرب بيه مجرد وهم، وانه في الحقيقه تعبان احمر سحري سام جدا، لو كانت هربت بيه كان قتلها. بعدها بنشوف ان وان جي كان جواه صراع كبير وبيتألم انه محتاج يمتص قوه روحيه تعادل الطاقه اللي جواه. في الاخر بقى بيفقد السيطره على نفسه وبيخرج زي المجنون وبيخطف مياو يوي اللي كانت وقتها مع مجموعه من زمايلها في الصحراء بيدوروا على تشونج زي. ولما بيرجع بيها على القصر وكان هيمتص قوته الروحيه، تشونج زي بتشوفه وبتمنعه في اخر لحظه وبتخليه يسيب مياو يوي تمشي. ساعتها مياو يوي كانت مستغربه ان تشونج زي بتناديه وبتقول له يا عمي، معنى كده انها متواطئه معاه ومش خاطفها ولا حاجه، وانها بقت متعاونه مع الشياطين. بس في الحقيقه ان تشونج زي كانت بتناديه بعمي لانه صديق معلمها له ويعتبر اخوه، فبتعتبره من عيلتها. في الوقت اللي كانت مساعده يونج يوي راحت لكيران بيتها الجديد وبتهددها بوان جي، بس لما بتسيبها وبتمشي بتتنكر في هيئه كيران علشان تسحر وان جي وتجبره انه ينضم ليهم وينفذ اللي وان جي يوي عاوزه. اما مياو فكانت رجعت المدرسه واتهمت تشونج زي انها تعاونت مع الشياطين. تشونج زي بتفوق في الوقت ده وبتقنع وان جي انهم يروحوا المدينه يتغدوا في المطعم لان المكان هنا ممل. فعلا هو مش بيقدر يتحمل زنها وبيروح على المدينه في مطعمها المفضل. ولما بيجوا خارجين بيسمع واحد من الناس بيقول ان المعلمين الروحيين اتقاتلوا مع كيران وقبضوا عليها. ساعتها وان جي بيتجنن وبيهجم على الراجل وكان هيقتله علشان يعرف منه كل اللي حصل. بعدها وان جي بيسيب تشونج زي في المدينه بعد ما بتوعده انها هتستناه ومش هتتحرك من هنا لغايه ما يرجع، وبيتفق معاها انه هيرجع بعد 3 ايام. في الوقت اللي كان لو ينفان راح يقابل المعلمه تشو وطلب منها تساعده في انها تجيب له الناي السحري اللي هيخليه يكسر الحاجز السحري اللي وان جي عامله في الصحراء علشان ينقذ تشونج زي. ما كانش عارف ان تشونج زي في المدينه اصلا، وفي اليومين دول بتشتغل في المطعم على ما وان جي يرجع. في يوم بيتفاجئوا بواحد من المقاتلين واقع على الارض ومتسمم بالقوى المظلمه. في الوقت اللي كانت كل الناس بيهاجموه وبيطردوه من المدينه قبل ما ينقل لهم العدوى، تشونج زي هي الوحيده اللي كانت عاوزه تنقذه وبتعمل دواء يعالجه كمان. فعلا الراجل بيتحسن وبيشكر تشونج زي. بعدها بتعرف تشونج زي ان في معركه في الجبل بين المعلمين ووان جي، فبتقرر تروح تساعده. بس وهي ماشيه في الشارع بتقابل وانج يوي وبيساعد مجموعه من الناس كانوا بيضربوا واحد تاني علشان واخد فلوسهم. وطول طريقها للجبل بتلاقي ان وانج يوي ماشي وراها وبيحاول انه يسحرها بالخاتم الغريب اللي في ايده. الغريب ان تشونج زي بتصدق انه طيب وعاوز يساعدها. وبعد شويه بيوصلوا لمكان المعركه وبتتفاجئ بعدد كبير من زمايلها قتلهم الشياطين. وفجاه مجموعه من الشياطين بتهاجمها هي وانج يوي. ساعتها وانج بيحميها وبياخد الضربه بدلها، ولما بتحس مجموعه من زمايلها جايين كان اختفى. ولما المعلم بيوصل بيتهم بيعتقد ان تشونج زي هي اللي قتلت الباقيين علشان القوى المظلمه اللي جواه. في لحظه بيعمل عليها التشكيله السحريه وكان هيقتلها، بس لو ينفان بيوصل في الوقت المناسب وبينقذها وبيرجع بيها القصر. في الوقت اللي بنكتشف ان وانج كان بيخدعها اصلا، وان اللي هاجموهم كان متفق معاهم علشان يكسب ثقتها. ولما المعلم لو ينفان بيجي ماشي من المدينه وبياخد تشونج زي معاه، بيتصدم لما بيلاقيها بتعارض اوامره ومش راضيه ترجع على المدرسه، لا وكمان بتستخدم ضده تعويذه من اللي علمها لها. تشونج زي بتقول انها وعدت وان جي انها تستناه 3 ايام لغايه ما يرجع، ومش هتقدر انها تخلف وعدها مهما حصل ولازم تستناه. ساعتها لو ينفان بيتعصب عليها، فطول الوقت بيحاول يحميها ودلوقتي بتعارضه علشان وان جي. ولما زمايلها بيجوا يقيدوها بالعافيه علشان يمشوا، تشونج زي بتفجر قوتها المظلمه وبتبعدهم عنها والمكان بيتكسر. ساعتها لو ينفان بيرفع عليها السيف، وفجاه وان جي بيظهر وبيخرجها من المكان. ولما لو ينفان بيحاول يمنعه وبيتقاتل معاه، باقي المعلمين بيعملوا تشكيله سحريه علشان يقيدوه، بس تشونج زي بتدافع عن وان جي بتعويذه مضاده وبتعمل ختم الروح علشان تحميه. وفي لحظه كان وان جي اتغلب على الكل وهرب بيها على القصر بتاعه، كان مستغرب انها خلفت معلمها علشان تحافظ على وعدها. ولما بتفوق تشونج زي بترفض انها ترجع المدرسه تاني وبتقرر انها تستنى مع وان جي في محاوله منها انها ترجعه عن طريق الظلام تشو بوفو يرجع تاني. وبعد كام يوم كان وان جي بيعزف على القانون زي ما اتعود، وتشونج زي بتقول انه مهما عمل هو زي ما هو تشو بوفو، بس هو بيهاجمها فجاه وبيقول لها انه لسه قدامها الفرصه، انما هو خلاص ما عادش ينفع يرجع الطريق تاني. وضربته دي لتشونج زي بيطردها من القصر ومن المكان المستخبي فيه. بعدها بنشوف تشونج زي ماشيه لوحدها في الغابه بتبكي لانها دلوقتي مش عارفه تروح فين بعد ما تخلى عنها المعلم وكمان وان جي طردها. فجاه مجموعه من الشياطين بيهاجموها وبيسمموها بسم القلب اللي بيخليها كل شويه تشوف تهيؤات للشخص اللي بتحبه واللي هو لو ينفان. ساعتها الشياطين بيهددوها انه هينشروا الخبر ويتسببوا في طردها من المدرسه للابد. بس فجاه وان جي بيظهر وبيقتلهم كلهم، بياخد تشونج زي على القصر بتاعه ويعالجها.
وأول ما بتحس بألم في قلبها بيديها من قوته الروحية لغاية ما بتروح في النوم. تاني يوم بتفوق ورجعت لحيويتها ونشاطها، بتطلب من وان جي إنهم يروحوا يدوروا على كيران سوا، بس هو بيرفض. بعدها لما بيلاقي تشونج زي بتحاول تزرع أعشاب وتغير المكان وترجع له الحياة، وان جي بيساعدها وبسحره بيخلي الشجر يزهر من تاني والمشهد بيتغير. في الوقت اللي كانت المعلمة تشو راحت الجبل تدور على الناي السحري للو ينفان، وبعدها تشونج زي بتقنع وان جي وبيروحوا أخيرا يقابلوا كيران، وبيقنعها وان جي إنها ترجع معاه وهما الاتنين هيعيشوا بعيد عن كل الحروب والنزاعات في أمان. بس قبل ما يتحركوا بيظهر مجموعة من المعلمين بيهاجموهم، بس وان جي بيتقاتل معاهم وبمساعدة تشونج زي بيهربوا هما التلاتة. بس للأسف إن كيران كانت اتصابت في المعركة وبتخبي إصابتها عن وان جي. بعد فترة بترجع تشو للو ينفان ومعاها الناي السحري زي ما وعدته، فبياخده وبيروح على الصحراء وبيستخدمه علشان يحدد مكان تشونج زي ويكسر الحاجز السحري. وده كان في يوم زفاف وان جي وكيران، وان جي بيتفاجئ إنها تعبت فجأة وكانت بتموت، ده بسبب إصابتها من المعركة اللي فاتت وما كانش ليها علاج. ساعتها وان جي بينهار، وفي لحظات كان شعره بيض وعجز، والحاجز اللي كان عامله لو ينفان بيكسره والمكان بيرجع ميت تاني. وقتها وان جي كان بيموت خلاص، فبيقول له تشونج زي على الحقيقة. قال إن لما كان في مهمة استرداد سيف الشيطان مع زمايله ال3000 اتعرضوا لهجوم شيطاني في نص الليل والكل مات ومفضلش غيره، وإنه قبلها لما كان قابل تشونج زي وساعدها وعمل التعويذة السحرية عليها علشان يمنع قوى الظلام اللي جواها من الظهور، أو إن أي حد من الشياطين يلاحظها. في اليوم ده تيان تشيشيه هاجمه. ساعتها تشونج زي بتحس بالذنب وإنها هي السبب في اللي حصل ده كله علشان هو ساعدها. القوى المظلمة سابت أثر عليه وتعرض للهجوم، بس وان جي بيقول لها إنه مش ندمان أبدا إنه ساعدها. المهم إن الخبر انتشر إن هو اللي قتل كل زمايله علشان يستحوذ على سيف الشيطان. بس في اليوم اللي كيران خطفها تيان تشيشي وهددها بيها، تشو بوفو ضحى بروحه وتوحد مع السيف وقواه المظلمة وتحول لوان جي ملك الشياطين، وبينصح تشونج زي إنها ما تغلطش نفس غلطته مهما حصل. فجأة بيموت وان جي. ساعتها كان لو ينفان عمل تعويذة الزلزال وعرف مكان تشونج زي ووصل بعد ما وان جي مات. ساعتها السيف قوته المظلمة بتسحب وان جي تحبسه جوه السيف، وبقت روح تشو بوفو محبوسة جواه. بعدها لو ينفان بيرجع جبل ليو ومع السيف وتشونج زي، وكون انها رجعت بالسيف فده دليل براءتها. بعدها لو ينفان وباقي المعلمين بيعملوا تشكيلة سحرية على السيف في البوابة الكبيرة بين العالمين. وفي يوم تشونج زي بتفاجئ المعلم لو جاب التعبان الأحمر السحري اللي كان مع وان جي طول الوقت وشايل أنيابه وسابه في غابة الجبل السحرية علشان يتنقى من القوى المظلمة اللي جواه. وانج ما كانش متضايق ان السيف بقى في جبل نانو، بل بالعكس، لان كده السيف ورمز تيانهو في نفس المكان، وعنده الجاسوس بتاعه في المدرسة، وكمان تشونج زي رجعت وهيقدر يستغل وجودها هناك لصالحه. بعدها الشياطين بيبدأوا يهاجموا القرى والمدن، وبعد فترة كانت تشونج زي بتروح تشوف السيف وتتكلم مع روح تشو بوفو طول الوقت ومعاها الأفعى الحمراء. ما كانش تعرف ان اللحظة اللي هتتم تنقية السيف من الطاقة المظلمة روح تشو بوفو هتتلاشى معاها. في مرة كانت تشونج زي هناك عند السيف لما بتيجي مياو وبتقول لها الحقيقة علشان تضايقها، وطبعا تشونج زي ما كانتش مصدقاه، فبتجري على المعلم لو تعرف منه الحقيقة. في الوقت اللي بنكتشف ان المدرسة فيها جاسوسين تبع عشيرة الظلام، والاتنين بيتفقوا على تشونج زي ولو ينفان. تشونج زي لما بتعرف الحقيقة من المعلم بترجاه انه يحرر روح تشو بوفو بأي طريقة، بس هو بيرفض بأمورها انها ما تخرجش من القصر تاني. بس في الوقت اللي كانوا الشياطين بيهاجموا زمايلها في الغابة، تشونج زي بتعرف ومش بتقف ساكتة، دي بتروح بسرعة على البوابة علشان تساعد زمايلها، لأنها حست ان دي مؤامرة علشان السيف. فعلا لما بتروح هناك مياو كانت اتسممت وبتتهمها انها هي اللي سممتها، وروح السيف بتملكها. وفجأة الأفعى الحمراء بتظهر وبتكسر الدرع والتشكيلة السحرية اللي كانت حوالين السيف، وعملية تنقيط بتتعطل. ولما المعلمين بيحسوا باللي حصل عند السيف بينتقلوا هناك بسرعة، والكل بيفتكر ان تشونج زي هي اللي عملت كده مع انها مظلومة. فجأة تشونج زي بتفقد السيطرة وقوتها المظلمة بتتحكم فيها وبتطير علشان تاخد السيف، بس المعلمين بيسحبوها بعيد. وفي اللحظة اللي بيهاجموها تاني كانت روح تشو بوفو اتحررت من السيف وبيحميها وبياخد الضربة بدلها وبيشكرها انها حررته وبيختفي. بعدها تشونج زي كانت في حالة غضب غير عادي وقوتها بتظهر على حقيقتها، وبيكتشفوا انها وريثة السيف لانها بنت ملك الشياطين اللي مات في المعركة اللي كانت من 14 سنة. المهم انها لما بتحاول تاخد السيف تاني لو ينفان هو اللي بيمنعها، والمرة دي بيستدعي السيف بتاعه السحري وبيطعنها بيه في قلبها في لمح البصر وبيقتلها، وهي بتعتذر له على كل الغلطات اللي عملتها وانها كانت على طول بتعمل له مشاكل. فلما بيرجع القصر بتاعه كان شايفها في كل مكان، وان فجأة القصر بقى هادي مفيش فيه ولا صوت. ساعتها لو ينفان علشان ندمان انه خلاها في الحالة دي بيرمي السيف بتاعه وبيغرسه في الحيطة في مدخل القصر، بتخلى عنه علشان طعم بيه تشونج زي. وده في الوقت اللي كان جاسوس عشيرة الظلام راح يقابل وانج وبيقول له على اللي حصل، وان ازاي هيكملوا خطتهم دلوقتي من غير تشونج زي. الكل كانوا فاكرينها ماتت، وعلشان كده وانج بيقول له ان عنده استعداد يستنى بدل اليومين كمان كام سنة على ما تشونج زي تتولد من جديد.
بعدها مو بيشوف لو ينفان طاير في السماء متوجه للنصب العالم السادس، وده المكان اللي فيه كل السحر والطاقة الروحية في العالم اللي كانوا خاتمين سيف الشيطان فيه. ساعتها بيستغرب هو ايه اللي موديه هناك لوحده ومن غير ما حد يعرف. وقتها ده وكان جاي لمو علشان يروحوا سوا لقصر لو ينفان علشان يطمنوا عليه بما انه مختفي بقاله فترة. مو بيقول انه شافه رايح على النصب العالم السادس علشان يتأمل ويسقي القوى الروحية وانه اكيد بخير وانهم لازم يسيبوه براحته. وقتها بنكتشف ان لو ينفان راح على النصب التذكاري العالمي ومعاه تشونج زي، وبيستخدم الطاقة الروحية وسحر المكان في انه يعالج تشونج زي. بس الغريب انها علشان تفوق من الحالة اللي هي فيها بتتحول لطفلة رضيعة، ولو ينفان بيلبسها سلسلة سحرية علشان تخفي القوى المظلمة اللي بتتمتع بيها. كل ده ومحدش يعرف، الكل فاكرينها ماتت وهو دفنها. تشو هاو بقى لما بيعرف ان لو ينفان قتل تشونج زي بيغضب وبيقرر انه يتدرب لغاية ما يبقى اقوى من لو ينفان علشان ينتقم منه. لو ينفان بياخد تشونج زي الرضيعة وبينزل بيها عالم البشر، وبصدفة بيقابل الراجل اللي كانت تشونج زي عالجته وانقذته من الموت. المهم انه بياخدها وبيسيبها على ابواب قصر يون، اغنى واحد في المدينة، علشان يضمن انها تنشأ نشأة كويسة. لما بيرجع القصر بتاعه بيرمي السلاح بتاع تشونج زي في البحيرة بعد ما بيختمه بخدمة سحرية. بيقضي سنين طويلة في التأمل وانه يرتقي بقواها الروحية، وطول السنين دي وكان فيها هجمات للشياطين على الناس من وقت للتاني بتخلي المعلمين الروحيين يتدخلوا ويحاربوهم علشان ينشروا السلام. وفي يوم بنشوف تشونج زي الصغيرة وهي بتلعب عند النهر وكانت لابسة السلسلة السحرية اللي سابها معاها لو ينفان. فجأة بيهاجمها واحد من الشياطين، في اللحظة اللي كان هيقتلها فيها بيطير عليه سيف سحري بيقتله. ونكتشف ان ده سيف لو ينفان اللي كان بيراقب تشونج زي من بعيد وبيحميها طول الوقت. وبعد أكتر من 12 سنة كانت تشونج زي في المدينة وشافت صورة لو ينفان بما إنه المعلم الروحي وحارس المدينة. الغريب إنها بتتعرف على الصورة وكانت حاسة إنها تعرفه وشافته قبل كده. وقتها بيظهر وانج وكان بيضايق الناس بكلامه السلبي ضد لو ينفان وإنه مش بيحميهم ولا حاجة. فتشونج زي بتتكلم معاه بهدوء وبتخليه يخرج من المدينة. وانج يوي أول ما بيشوفه بيتفاجئ وبيتعرف عليه، وبيعرف إنها تشونج زي نفسها بنت ملك الشياطين. ولما بتيجي معدية من الغابة بيوقفها وبيقولها على مسابقة جبل لانهو، وإن اللي هيفوز فيها هيكون تلميذ هناك، وبيقترح عليها إنها لازم تحاول وأكيد هتكسب. ساعتها تشونج زي بتتريق عليه وبتسيبه وبتمشي. حياتها دلوقتي بقت مختلفة عن حياتها السابقة، وأبوها بالتبني بيعاملها كبنته تمام، وما كانش عندها سبب يخليها تفكر في الفنون الروحية. بس لما بتروح بيتها وبتفكر في صورة المعلم الروحي اللي شافتها وإنه ممكن يكون هو نفس الشخص اللي أنقذها زمان عند النهر، بتسأل نفسها لو كان موجود فعلا يا ترى موجود فين. أول ما بتنام بتحلم وبتشوف نفسها وهي ماشية في جبل نانهو وقصر لو ينفان وكمان القاعة الكبرى اللي فيها رمز تيانهو. كل دي ذكريات من حياتها السابقة. أبوها في لحظة موته بيقول لها إنهم لقيوها في ليلة عاصفة على باب البيت، وكان معاها السلسلة اللي لابساها لغاية النهاردة دي. وبعد ما السيد وين بيموت بنته وأخته بيطردوا تشونج زي وبيستولوا على كل أملاكه وفلوسه. في الوقت اللي كانوا بيطردوها فيه بيضربوها وهما بيولعوا في صورها مع السيد وين. ساعتها السلسلة بتاعتها بتتقطع وبتقع على الأرض، وهنا تشونج زي قوتها المظلمة بتظهر لأول مرة وبتخلي الكل يبعدوا عنها وهم بيقولوا عليها وحش. وبعد جنازة السيد وين تشونج زي بتفتكر كلام وانج لما قابلها وقال لها على مسابقة الانضمام لجبل يانهو، وعشان تغير حياتها بتروح على هناك. للأسف ما كانتش عارفة الطريق للجبل. فجأة بتقابل وانج يوي قاعد عند مفترق طرق وبتسأله عن الطريق لنانهو وهو بيدلها، بس علشان هي ما كانتش واثقة فيه لأن كل شوية ظهر لها بطريقة غريبة وهي ما تعرفوش بتمشي في الطريق التاني. وبعد مدة بتلاقي نفسها كانت بتلف في دايرة ورجعت لنفس المكان اللي قابلت فيه وانج مرة واثنين وثلاثة. بتقرر تمشي في الطريق اللي قال لها عليه في الأول وهي ما كانتش مصدقاه. ساعتها كان وانج بيراقبها وعارف ومتأكد إنها هي نفسها تشونج زي، مع إن ما كانش لا هو ولا المساعدة بتاعته حاسين بالقوة الشيطانية اللي جواها، وده بسبب السلسلة السحرية اللي عاملاها لها لو ينفان. وقتها كان لو ينفان في قصره بيتأمل. أما تشونج زي فكانت ماشية لسه في الطريق الجبلي بالليل لما بيهاجمها مجموعة كبيرة من الشياطين. ساعتها لو ينفان بيحس بالخطر اللي هي فيه من القلادة وبينتقل لهناك في لحظتها وبينقذها من الشياطين وبياخدها على كوخ في الغابة بعد ما فقدت وعيها. وتشونج زي لما بتفوق تاني يوم بتفتكر اللي حصل وأول مرة قابلت لو ينفان وتعرف منه إن هو اللي أنقذها زمان عند النهر، فبتجري تسلم عليه وهي فرحانة. بنعرف إن البيت ده بتاع المعلمة تشو اللي أول ما بتوصل وبتشوف تشونج زي بتتعرف عليها وهي مصدومة، تعرف إنها هي نفسها تشونج زي اللي المفروض ماتت من أكتر من 20 سنة. ولما تشوف تسأل لو ينفان عليها بيقول لها إنها بنت عادية أنقذها من الشياطين وبس. وقتها تشونج زي بتطلب منه إنه يكون معلمها وتنضم للطائفة الروحية لجبل نانهو. ولو ينفان بيفتكر كل ذكرياته مع تشونج زي في حياتها السابقة وبيوافق إنه يكون معلمها. فتشو بتحذره وبتقول له إن تعويذته لإخفاء وجه تشونج زي مش هتنفعها والأحداث هتتكرر من تاني. بعدها لو ينفان بياخد تشونج زي وبيروح على جبل نانهو
وبيعرف المعلمين بيها وانها تلمسته الجديدة. واول ما المعلمين بيعرفوا اسمها بيتصدموا وبيشكوا في انها تكون اعادة تجسيد لتشونج زي القديمة، بس اللي ما كانش مخليهم متأكدين هي تعويذة اخفاء الوجه، وكمان السلسلة كانت عاملة حاجز سحري على قوتها ومخليها مخفية. كل اللي بيعرفوا في المدرسة ان لو ينفان قبل تلميذة جديدة بعد كل السنين دي بيتفاجئوا، كان عندهم فضول يشوفوها ويعرفوها هي مين. تشونج زي بقى لما بتروح قصر المعلم بتشوف اوضتها القديمة وكانت كل اغراضها زي ما هي، بس هي ما كانتش تعرف ان دي حاجتها فعلا لان ما كانش عندها ذكريات من حياتها السابقة. بتستغرب هو ازاي المعلم جهز لها كل حاجة بالسرعة دي زي ما يكون كان عارف انها هتيجي. ومن اول يوم تشونج كانت زي العادة جعانة جدا، ولان لو ينفان ما كانش عنده صبر انها تتعلم الفنون الروحية اللي تخليها تستغنى عن الاكل، بينقلها من طاقته الروحية وبيخليها قوة. بعدها بيجي المعلم مو وتشونج زي بتسأله عن لو ينفان، فبيقول لها انه اشهر معلم روحي من مئات السنين من وقت ما كان المعلم الاكبر يونكيو بيدربه وحارب معاه في المعركة الكبرى. ساعتها تشونج زي بتستغرب هو ازاي مش باين عليه انه عمره مئات السنين وشكله شاب لسه. مو بيقول لها ان ده علشان بيتأمل كتير جدا لغاية ما وصل لمرحلة عالية من القوة والطاقة الروحية. مياو بقى من ساعة ما بتقابل تشونج زي وهي كان باين عليها عداوتها، وده بسبب اسمها اللي بيفكرها بتشونج زي القديمة. وفي الوقت اللي لو ينفان بيروح لتشو يطلب منها انها تحافظ على السر وما تقولش ان دي تشونج زي نفسها. كانت تشونج زي راحت مع المعلم مو تتفرج على المدرسة وبيدخلها القاعة الكبيرة، وزي ما حصل قبل كده زمان تشونج زي اول ما بتشوف رمز تيانو بتخاف وبتحس بحاجة غريبة وبتخرج بسرعة من القاعة. اصلا الرمز بيتعرف عليها وبيخرج منه طاقة غريبة بتخلي المعلم الكبير يعرف ان في حاجة غلط. بيروح على القاعة بسرعة وبيشوف تشونج زي وهي خارجة بتجري من القاعة، فبيتخانق معاها وبيتهمها انها كانت هتسرق الرمز، وبيخرج يقول له الحقيقة في اخر لحظة، بس المعلم كان مصمم يعاقبها. بس لو ينفان بيوصل ساعتها وبيرجعها القصر. بالليل تشونج زي بتحلم بالرمز الشيطاني وهو بيهاجمها وبتقوم مفزوعة من نومها. تاني يوم كانت تشونج زي بتتدرب على السيف مع واحد من المتدربين، ولما سيفه بيجرحها في ايديها قوتها الشيطانية بتظهر وعينيها بتتوهج وبتبقى اقوى وبتضرب زميلها بالسيف وبتطعنه لما كانت هتقتله وهي مش واعية اصلا، والسلسلة كانت متوهجة باللون الاحمر. ساعتها لو ينفان بيظهر وبيخدرها بقوته الروحية، وبيك بتروحها الشريرة وبيقول للكل ان هو اللي هيدربها بعد كده. لما تشونج زي بتطلب من المعلم ان يكون عندها سلاح خاص بيها بيخليها تروح قاعة الاسلحة الكبرى مع المعلم مو علشان تختار سلاحها، بس الغريب ان مفيش ولا سلاح بيتوافق مع قواها الروحية وبيقبلها. بتجرب كام سيف والقوس السحري بس ما تقدرش انها تسحبه اصلا، ولما بتشوف سيف ازرق متوهج بيعجبها وبتاخده تجربه، بس السيف بيطير من ايديها وكان هيطعنها لولا ان مو بعدها عنه في الوقت المناسب وبيرجعه مكانه تاني. وبترجع لو ينفان من غير سلاح وكانت زعلانة جدا، فبياخدها عند البحيرة وبيسحب العصا السحرية اللي كان ختمها جواها وبيديها لتشونج زي اللي بتستغرب من رد فعل العصا السحرية. كان باين عليها انها اتعرفت على تشونج زي وبتنجذب ليها في ثواني. ساعتها المعلم لو بيساعدها وبيعلمها ازاي تتحكم فيها وتستخدمها صح، وبيقول لها انها علشان تحميها وبس. وقتها تشونج زي بتاخد بالها من السيف المغروس في مدخل القصر وبتسأل المعلم عليه وايه اللي خلاه كده. ساعتها لو بيقول لها انه غلط غلطة لا تغتفر وتخلى عنه، مع ان السيف ده كان هدية من المعلم يونكيو للو ينفان من وهو لسه طفل واتدرب بيه مئات السنين. وطبعا مش بيقول لها ان الغلطة دي انه طعنها بيه زمان. المهم ان في الفترة دي كان فيها هجمات للشياطين على عالم البشر وكانت بتزيد، وكل شوية يهاجموا مدينة او قرية ويقتلوا الناس اللي فيها ويسحروهم ويخلوهم يقتلوا بعض كمان. بنتعرف على شوي شيان اللي تبقى الحامية ين، واحدة من اهم مساعدين وانج. في الحقيقة كانت مخبية حقيقة انها من اتباع عشيرة الظلام علشان تعيش مع زوجها بسلام، بما انه كانت حالته الصحية على طول متدهورة، طول الوقت بتروح تدور على اعشاب سحرية علشان تعالجوا بيها. وفي يوم مجلس الحكماء او المعلمين الروحيين بيقرروا يبعتوا فريق من المتدربين في مهمة للعالم البشري علشان يقضوا على الشياطين اللي بتدمر في العالم وتقتل الناس. ساعتها تشونج زي بتطوع في انها تروح معاهم، بس المعلم الاكبر بيرفض وبيكلف غيرها بالمهمة دي. طبعا تشونج زي زي ما احنا عارفين مش بتسمع الكلام بسهولة، وبتستغل فرصة ان الفريق كانوا ماشيين من المدرسة وبتنضم ليهم في الاواخر من غير ما حد ياخد باله. بعد شوية كانوا بياخدوا استراحة في الغابة لما مياو بتكتشف وجود تشونج زي معاهم، فبتتخانق معاها وكانت عاوزاها ترجع المدرسة، بس كي بيدافع عنها وبيخليها تستنى معاهم. وبالليل بيتدرب معاها وبيساعدها في تحسين قواها القتالية. ساعتها كي بيلاحظ ان حركاتها هي نفس حركات تشونج زي القديمة. بعدها بتعدي عليهم شوي شيان وبتطلب من تشونج زي انها تحميها وتروح المدينة معاهم علشان تنقذ جوزها، لان الشياطين هاجموا المدينة في الوقت اللي كانت بتتجمع فيه الاعشاب السحرية. كانت عاوزة ترجع تاني علشان تنقذه. ساعتها تشونج زي بتوافق، وتاني يوم لما بيوصلوا المدينة بيبان على شوي شيان انها مبسوطة بالدمار وموت الناس، وفي لحظة بتختفي. تشونج زي ما كانتش عارفة هي راحت فين. المشكلة بقى ان كي والفريق اللي معاها بيقعوا فخ وبيتقاتل مع الملك التنين في قاع النهر،
وبيقدر كيف قوته الروحية القتالية انه يقيد الملك التنين، وبيبدأ يستجوبه علشان يعرف منه هو ليه بيأذي الناس. ساعتها مياو وتشونج زي وباقي الفريق بيوصلوا عند النهر علشان يساعدوه، بس تشونج زي بتتفاجئ بشوي شيان اللي ظهرت فجأة في هيئة الشياطين، وبحكم انها عارفة بتنادي عليها وبتسألها ايه اللي خلاها كده. بس زمايل تشونج زي او اولهم مياو بيفهموا ان تشونج زي متعاونة مع عشيرة الظلام، والمفاجأة بقى ان تشونج زي بتعرف ان شوي شيان اصلا كانت من الطوائف الروحية، وانها اتحولت لشيطان من فترة طويلة بعد ما كان اسمها بيتردد في عالم الفنون القتالية. فجأة مياو بتهجم على شوي شيان، وتشونج زي بتساعدها وبتحاول انها تصد ضربة شوي شيان بسرعة قبل ما تأذي زمايلها. وبيعرف كين اللي بيحصل فوق على ضفة النهر ده ما هو إلا فخ معمول علشان الشياطين يسيطروا على الملك التنين بعد ما بيتقبض عليه، خصوصا لما كي بيعرف ان الأوباء والأمراض اللي انتشرت في المدينة دي الملك التنين ملوش علاقة بيها زي ما كانوا فاكرين. بيعرف منه كمان ان فيه بينه وبين الشياطين مشكلة كبيرة وعاوزين ياخدوا قوته الروحية. ولما كي بيعرف الحقيقة بيخرج يساعد زمايله وبيحارب شوي شيان وزميلها اللي جه يساعدها، والقتال وقتها كان شرس جدا. ولما لوين فان بيحس ان تشونج زي في خطر بيظهر علشان يحميها، وساعتها كان وانج ظهر هو كمان. ولما تشونج زي بتشوفه بتتفاجئ بيه وبتعرف انه شرير وخدعها من البداية. وبعد ما الاشرار بيمشوا كي بيقول للمعلم انه ساب الملك التنين وحرره لانه بريء من التهمة اللي كانوا بيطردوه علشانها. لما تشونج زي بترجع القصر بتبدأ ذكريات حياتها السابقة ترجع لها وتشوفها في الحلم. وفي عشيرة الظلام وانج بيعرف ان لوين فان وتشونج زي رايحين عشيرة تيان شيان، بيبعت وراهم ين شيمو بيديله صندوق فيه طاقة سحرية غريبة وبيقول له انه في الوقت المناسب هيفهم هيعمل ايه. وبعد ما تشونج زي بتوصل للعشيرة كانت بتتفرج على المكان في نفس الوقت اللي كان ين شيمو عند البحيرة السحرية، وبيستخدم قوته المظلمة في انه يصحي واحد من الوحوش اللي في قاع البحيرة. ساعتها بيحصل زي انفجار كبير بتحس بيه تشونج زي وهي ماشية في الغابة، وبتشوف نور احمر ناحية البحيرة فبتجري هناك علشان تشوف ايه اللي حصل. وقتها بتقابل زمايلها وبتعرف من كي ان البحيرة دي موجودة تحتها ممرات سحرية بتربط بين العوالم الستة. الممرات دي عملها وكان بيستغلها ملك الشياطين نيلون في الهجوم على الطوائف الروحية. بنشوف المعركة اللي كانت بين نيلون وقتها وبين تشين، اللي بنتفاجئ ان هو نفس زوج شوي شيان، وانه كان المعلم الاكبر في الطائفة وقت ما هجم نيلون عليهم. ولانه كان اتصاب بقوة نيلون، تشين بيستخدم حجر الوهم علشان يقضي على نيلون، وفعلا بيتغلب عليه. وقتها شو شيان كانت بتحاول تمنعه من انه يستخدم الحجر لانه هيقضي على قوته الروحية ويبقى انسان عادي في النهاية. بس تشين بيصمم انه يستخدم الحجر وبينفي نيلون بعيد وبينقذ العشيرة في اليوم ده. بيتصاب بعدها تشين والمفروض انه مات. شيمو بقى فتح الحاجز اللي كان حجر الوهم عمله على البحيرة وقفل الممرات السرية بين العوالم، وبيخرج منه هو وشوي شيان وواحد تاني وبيهاجموا المعلمين الروحيين في الوقت اللي لوين فان راح يحاول يقفل الممرات من جديد. وما بحاول المعلمين الروحيين انهم يعملوا تشكيلة سحرية تحميهم وتتصدى للشياطين. كان الشياطين اقوى وقوتهم بتزيد في الوقت اللي الممر بيفتح فيه، وهتبدأ الشياطين تنتشر في العشيرة وتقتلهم. بس ساعتها كان لوين فان نجح في استعادة حجر الوهم بعد ما قضى على كل الأحجار المزيفة، واستخدم الحجر الحقيقي في ختم البحيرة السحرية وقفل الممرات. وبعد ما كانت شويشيان واللي معاها هم اللي هينتصروا، بيظهر لوين فان وبيضربهم بالسيف الروحي وبيهزمهم وبيقيدهم على الأرض لغاية ما بياخد منهم الصندوق اللي فيه القوى السحرية المظلمة اللي وانج كان اداه لين شيمو، وكان هو المفتاح لفتح ممرات العوالم. بس بعدها المعلمين الروحيين بيلاحظوا ان في حاجة غريبة في البحيرة والممر ما بتقفلش بالكامل. ساعتها بيقرر لوين فان والمعلم الأكبر انهم ينزلوا قاع البحيرة السحرية ويستخدموا صندوق الواقي السحري وحجر الوهم في ختم الممر من تاني. المشكلة ان البحيرة فيها من الطاقة الشيطانية كتير جدا وبتقضي على اي قوة روحية، بس كان لازم يعملوا كده ويحموا بعض. قبل ما يوصلوا لقاع البحيرة كان المعلم الأكبر قواه الروحية استنفذت وبقى ضعيف وهيموت، فلوين فان بيستخدم قوته الروحية في انه يدفع المعلم بره البحيرة. هو كمان بيفقد قواه الروحية وبيغرق في قاع البحيرة. كل ده وتشونج وزوي واقفة على الشط مستنياه يخرج، ولما بتتفاجئ ان المعلم خرج ولوين فان لا، بتنزل بسرعة من غير تفكير علشان تنقذه، لان ما كانش في اي حد عنده الشجاعة انه ينزل البحيرة ويخسر قواه الروحية. تشونج زي لما بتنزل لقاع البحيرة بتخلي العصا السحرية بتاعتها تدلها على مكان لوين فان، ولما بتلاقيه بيديها تربة الركضة اللي هي السلاح السحري اللي اخده من ين شيمو وحجر الوهم وبيقولها تستخدمه في ختم الممر. في الاول تشونج زي ما كانتش عارفة، بس بفضل قوتها المظلمة بتقدر انها تستخدم الاتنين في ختم الممر وبتقفله تاني. تخرج هي والمعلم لوين فان من البحيرة والكل متفاجئ انها عرفت تنقذه وبتنهي الورطة اللي كانوا فيها. اول ما بيخرجوا من البحيرة كانت تعويذة اخفاء الوجه بتترفع من على وش تشونج زي، لان لوين فان فقد جزء كبير من قواه الروحية. بيعملها من جديد وبيسيب تشونج زي تنام في اوضتها وبيروح هو يتأمل ويحاول يستعيد قوته اللي فقدها، بس لانه كان ضعيف جدا واتصاب التعويذة اللي على وش تشونج زي تتشال،
وزينهو أول ما بتشوفها بتتصدم، وكمان خادمة تشو بتشوفها وبتعرفها وبتجري تبلغ المعلمين إن تشونج زي الشيطانية رجعت. ولده لو يونفان لسه بيتأمل، بس لما المعلمين بيقبضوا عليها وبيبدأوا يعذبوها علشان تعترف هي مين وأصلها إيه، كانت زينهو راحت للو يونفان وقالت له، وبرغم ضعفه بيجري ينقذها. ساعتها بيبرر إنه خاف وشها علشان تشبه تشونج زي القديمة، وتشو بتشهد معاه بكده إنه عمل ده علشان ما يحصلش لغط وقلق في الفاضي. كل ده وتشونج زي مش فاهمة أي حاجة من اللي بيحصل حواليها. في ليلة كانت تشونج زي بتتمشى في الغابة حوالين القصر لما بتشوف صخرة على الأرض محفور عليها اسم شوي شيان مع اسم المعلم ومكتوب كل الحب للأبد. ساعتها بتستغرب بس ما بيخطرش في بالها إن هي دي نفسها شوي شيان اللي في عشيرة الظلام. وفي الوقت اللي كان لو يونفان وتشونج زي في عالم البشر علشان يخليها تتعلم قوة جديدة وتتمرن عليها، بيتفاجئوا بهجوم للشياطين على المدينة، وعلى ما بيروحوا يواجهوهم كانت المعلمة تشوي وتلميذتها اتغلبوا عليهم وهزموهم. فجأة بيهاجمهم شيطان تاني، والمرة دي بيعمل عليهم تعويذة الجليد وبيرميهم برماح من الجليد المسموم. واحد منهم بيصيب تشونج زوي وهي بتحاول تساعد المعلمة تشو في درع الحماية. بعدها بينتقل لمدينة تانية علشان تشو تعرف تعالجها، بس بيلاحظوا هما معديين من المدينة إن الناس في حالة غريبة، كلهم بيتخانقوا مع بعض وبيهاجموا بعض على حاجات مادية، وكل اتنين ماسكين في خناق بعض. بيعرفوا إن أهل المدينة اتصابوا بسم القلب اللي بيخليهم يشوفوا أسوأ رغباتهم وأعماقها ويتصرفوا بطريقة عدوانية. بيفتكر لو يونفان لما تشونج زي كانت متصابة بسم القلب وبتترجى إنه ما يوافقش على جوازها من تشو هاو وإنها تفضل معاه للأبد. وبعد ما بيوصلوا بيت تشو، لو يونفان بيساعد تشو بقوته الروحية في تحضير الأدوية والأعشاب السحرية علشان يعالجوا تشونج زي. بتقدر تشو إنها تعمل دواء لسم القلب. وفي الوقت اللي كان لو يونفان بيتأمل، بيهاجم أهل مدينة بيت تشو كانوا عايزين يقتلوهم، بس لو يونفان بيقدر إنه يقيدهم بتعويذة سحرية على ما تشونج زي بتدي لكل واحد دواء وبيعالجوه من سم القلب. بس بعدها كان لو بيتأمل لما بيتفاجئ بسم القلب اتسلط عليه وبيهاجمه. كانت مساعدة وانج يوي هي اللي ورا الحكاية دي. المهم إن لو يونفان بيعمل درع سحري بس برضه بيتصاب بسم القلب، وفي لحظتها بيبدأ يحس بألم في صدره. بيرفض ياخد الترياق على أساس إنه يعرف يتغلب عليه بقواه الروحية، ويرجع مع تلميذته على المدرسة. في الفترة دي لو يونفان بيلاحظ إن هجمات سم القلب أقوى وأسرع مما كان متخيل، واللي كان بيزودها كان قرب تشونج زي منه، فبيطردها من القاعة. المعلمة تشو كانت جايباله الترياق وبتمنع تشونج زي من إنها تشوفه الفترة دي خالص. في الوقت ده مياو بتتفق مع تلميذة تشو وتخليها تحط لتشونج زي سم حرق القلب علشان تخليها تحس بالألم، بس وقتها كي هو اللي بيساعدها. تشونج زي لما بتنام بتسمع صوت جرس سحري وبتشوف ذكرى من حياتها السابقة لما كان المعلم لو طعنها بالسيف. لما تشونج زي بتعرف ان المعلم لو هيتجوز المعلمة تشو علشان يوحد الطائفتين، لان تشونج زي مش عايزة تتجوز تشو هاو ابن اخو تشو، تشونج زي بتقرر تسيب الجبل. ولما بتروح تستأذن من المعلم كان هو وقتها محضر لها هدية دبوس شعر، بس لما بتقول له على قرارها بيتصدم وبيكسره من غير ما يحس. ساعتها سم القلب بيسيطر عليه وبيحس بألم شديد في قلبه. بنعرف انه بيحبها، ولولا انه بيحبها فعلا من البداية ما كانش زمانه بيحميها ولا حس بالألم من ناحيتها، لأن سم القلب بيشتغل على أعمق المشاعر. وبتسيب تشونج زي الجبل وبتروح مع المعلم مو اللي بيخليها تقعد في بيت بعيد عن المدرسة بتتدرب هناك براحتها طول الوقت ومفيش حد بيزعجها. وكل ما تشونج زي كانت بتنام كانت بتسمع صوت جرس سحري كان بيخليها تحلم بكوابيس، وبتشوف المعلم في حلمها وهو بيقتلها، فبتقوم مفزوعة وبتجري في الغابة تدور عليه. ساعتها كان المعلم بيتأمل في قصر هن وبيحس بالألم من سم القلب ومش بيعرف يكمل تأمل، فبيروح يقابل تشونج زي وبيفهمها انها بتحلم وبيسحرها لغايه ما بيرجعها بيتها وينسيها انها شافته الليله دي. ولما لو يونفان بيرجع القصر بيتفاجئ بتشو مقتوله. بتبدا التحقيقات بقى علشان يعرفوا مين قتلها. وقتها كل الشك بيروح ناحيه تشونج زي لانها كانت رافضه زواج المعلم منها، وتلميذه تشو هي اللي بتقول له انها شافت تشونج زي ماشيه من مكان الجريمه. ساعتها المشاكل بتبدا تاني تدور على تشونج زي. بتقوم انهم هتلاقي المعلمين جايين يقبضوا عليها، ولما بتنكر انها خرجت من البيت اصلا بيتفاجئوا بجزمتها عليها تراب وطينه من الغابه، ومعنى كده انها كانت بره بالليل. مياو هي كمان بتستغل الفرصه وبتقول للمعلم الاكبر ان تشونج زي بتحب المعلم بتاعها علشان كده قتلت خطيبته. بس لما لو يونفان بيفحص الجرح اللي كان على رقبه تشو بيعرف ان مش تشونج زي هي اللي قتلتها. بالصدفه بقى كان تشو هاو موجود في القصر لما بيلاقي اثر سحر على الارض. لما بيمشي وراه بيوصل للمكان اللي محبوسه فيه، ولما بيحاول يقرب لها بيتفاجئ بحاجز سحر حواليها. ساعتها بيفتكر الطاقة المظلمة اللي كانت بتتوهج من تشونج زي القديمة، فبيسحر عينيه وبيشوف ببصيرته، وساعتها بيشوف نفس الهالة المظلمة حوالين تشونج زي دي، فبيتأكد انها هي نفسها واتجسدت من جديد. ساعتها لو يونفان بيظهر وبياخده يتكلم معاه وبيقول له ان دي فعلا تشونج زي، علشان كده لازم يحموها ويكشفوا القاتل الحقيقي. بعدها بيرجع مع لو يونفان على المكان اللي اتقتلت فيه تشو، وبيعمل تشكيلة سحرية بتخليه يعرف مين اللي كان هنا.
بس التعويذة بتكشف له ان اللي قتل تشو واحد من الشياطين. بس في الوقت اللي لو ينفان ما كانش موجود كان المعلم الأكبر واخد سونج زي على النصب السادس علشان يقتلها هناك ويبدد روحها، وكي وتشو هاو بيحاولوا يمنعوه بيقدموا له دليل براءتها، بس هو ما كانش عاوز يصدق انها بريئة وبيضربها ضربة بتوقعها من فوق الجبل. كانت تشونج زي هتموت فعلا لولا ان المعلم لو ينفان ظهر وانقذها، والكل اتفاجئ بيه شايلها وطاير بيها. ساعتها بيهاجم المعلم الأكبر علشان بيتنمر على تلميذته ويعاقبها في غير وجوده، ولما تشو هاو بيلاقيهم مصممين على انهم ينفذوا فيها العقوبة بيطلب ان هو اللي ينفذها بنفسه. ساعتها بيعمل تعويذة الشعلة البحرية الفريدة واللي تعتبر المهارة السرية والسحرية لعشيرته، ومش أي حد بيقدر يوصل للمرحلة دي من القوة ويمتلكها. ولو ينفان بيحمي تشونج زي والضربة بتيجي فيه هو، وبنعرف ان ده اللي كان له متفق مع تشو هاو عليه علشان ينقذوها. بما ان الكل كانوا لسه شاكين في تشونج زي، معلم لو بيطلب منهم انهم يبعتوها سجن سي الجليدي علشان يتأكدوا لو كان جواها طاقة شيطانية زي ما تلميذة تشو بتقول هيبان الحقيقة هناك. ولما بياخدوها على سجن فعلا لو مش بيروح معاهم. مياو بقى بتستغل الفرصة وبتعذب تشونج زي وبتعلقها في خطاطيف من كتفها وبتسيبها تنزف وتتألم. واحد تاني من عشيرة تيان شون بيروح يتنمر على تشونج زي بالاتفاق مع مياو. وقتها كانت تشونج زي بيتهيأ لها وبتحلم انها في قصر ملك الشياطين، كل بيرحبوا بيها على انها الملكة بتاعتهم. ولما بتصحى كانت عاوزة تقابل المعلم علشان تقول له على اللي بتشوفه في احلامها وان ده اكيد له علاقة باتهامها بقتل تشو. في الوقت اللي زميلها بيجي يتنمر عليها وبتقطع السلسلة وبتقع منها وبيحاول يخنقها ويقتلها. قوة تشونج زي المظلمة بتنفجر وبتجرح زميلها، وكانت هتقتله وهي متحكمة فيه وهو طاير في الجو وبتطعنه بقوتها المظلمة في جسمه كله لغاية ما كل هجومه بيتحول للون الأحمر. ساعتها المعلم ده بيشوف نجم أحمر ظهر فجأة في السماء، بيعرف إن قوة ملك الشياطين ظهرت تاني وفي حرب هتقلب موازين العالم الفترة اللي جاية. ولما تشونج زي بيغمى عليها زميلها بيهرب وبيقول عليها وحش وشيطان. ولما المعلم مو والمعلم الأكبر بيجوا يشوفوا إيه اللي حصل، تشونج زي بتهاجم مو كانت هتأذيه لولا إنها بتفوق في آخر لحظة. ساعتها المعلم الأكبر بيدرك إن دي هي نفسها تشونج زي القديمة وكان هيقتلها علشان يمنع الكارثة اللي هتحصل. لو ينفان بيظهر وبيتقاتل معاه وبياخدها وبيمشي من غير ما حد يقدر يوقفه. بعدها ينفان بيقول لهم الحقيقة وإن دي هي نفسها تشونج زي وإنه أنقذها زمان وكان مخبي قوتها المظلمة علشان يحميها. وأول ما ينفان بيشوف الشاب اللي كان بيحاول يقتل تشونج زي بيوقعه على الأرض وبيقيده بقوته السحرية لغاية ما بيقول الحقيقة وإيه اللي خلى تشونج زي تهاجمه. والمعلم الأكبر بيحكم على مياو بالسجن في جزيرة السم 3 سنين وتجريدها من قواها السحرية اللي بقالها سنين بتتدرب عليها. بعدها لو ينفان بيحبس تشونج زي في سجن الجليد تاني، والمرة دي بيصيبها بإبر روحية بتقفل مسارات الطاقة في جسمها علشان يكبت القوى المظلمة جواها، وبيعمل حواليها درع وحاجز من الطاقة يحميها ويمنع أي حد يقرب منها. هو بيوعدها إنه يكون أول حد تشوفه لما تصحى، لأن دلوقتي علشان ينقيها من القوى الشيطانية دي لازم إنه يتقن الأول مهارة هيرت، وهيفضل سنين في العزلة يتأمل لغاية ما يعرف يوصل لها. في الوقت ده كانت تلميذة تشو راحت السجن لتشونج زي علشان تقتلها في نومها، بس مش بتعرف تقرب لها بسبب الحاجز في الأول. بس بعد محاولة بتعرف تكسر الحاجز وبتشيل الإبر اللي كانت في جسم تشونج زي وبتعلقها بالخطاطيف من كتفها زي الأول. وعلشان تكمل خطتها بتظهر لتشونج على إنها المعلم لو ينفان، وأول ما تشونج زي بتفتح عينيها بتشوفه قدامها وسايبها بتعذب وتألم كده وبيقول لها إنها تستحق كده وأكتر. وبعد 3 سنين كانت تشونج زي لسه على وضعها، وكي قوته اتضاعفت وبقى بيقتل أي شيطان يقابلها وبيخلص العالم من شرهم. أما لو ينفان فكان لسه بيتأمل في الوقت اللي كانت شو شيان وتشين في بيتهم في الغابة. لما شو شيان بتحس بحد من الشياطين ظهر في الغابة، تروح تقابله وبيطلع النين شيمو جاي يبلغها بمهمتها الجديدة. في الوقت اللي كان الجاسوس في قصر نانهو قدر يسرق سيف ملك الشياطين وبيديه للجاسوسة التانية اللي بنتفاجئ انها زينهو صديقة تشونج زو، تاخد السيف وبتروح تسلمه لوانج. وبعد 3 سنين مياو بترجع الجبل وبتقابل شين وبيتفق معاها على انهم ينتقموا من تشونج زي على تسببت لهم فيه، وبيشجعها على فكرة الانتقام انها لقت نفسها خسرت كل حاجة ورجعت لنقطة الصفر من جديد. وبتروح مع شين على زنزانة تشونج زي وبيهاجموها وهي متأيدة، بس ساعتها قوتها المظلمة بتتفجر أخيرا وبتقتل شين برماح من الجليد تخليه يتبخر في لحظتها. وكانت هتهاجم مياو بس هي بتهرب، وقبل ما تخرج من الزنزانة كان في حد على الباب بيقطع لها دراعها. بنكتشف ان دي هي زينهو اللي ظهرت على حقيقتها، ومياو علشان ما تسمحش لحد بانه يفوز عليها ويقتلها بتخطف السيف من زينهو وتقتل نفسها. ساعتها زينهو بتحرر تشونج زي وبتعتذر لها على كل اللي عملته، وتطلع انها هي اللي كانت بتسبب لها في الكوابيس بصوت الجرس السحري، انها طول ال3 سنين اللي فاتوا كانت بتحاول انها تدخل الزنزانة علشان تحررها بس ما كانتش عارفة. والفرصة بتيجي بظهور مياو من جديد. ساعتها بيظهر وانج، وقتها وانج بقوة الخاتم المظلم اللي كان معاه بيرجع لتشونج زي كل ذكريات حياتها السابقة من أول ما قابلت شو بوفو وانضمت لمدرسة نانهو.
وازاي المعلم بتاعها هو اللي قتلها زمان. وتشونج زي بتعرف ان وانج كان بيستغلها من الاول وخلاها تنضم للمدرسة علشان تعيد اللي فات وتسيطر على سيف ملك الشياطين. وقتها بتتفاجئ كمان انها تبقى بنت ني لون ملك الشياطين. وانج بيبدأ يزرع في عقلها ان لو ينفان هو السبب في كل اللي حصل لها، وبياخدها معاه ويخرجوا من السجن. ولما زعيم عشيرة تيانشي بيمنعهم، زينهم بتحمي تشونج زي وبتاخد الضربة بدلها وبتموت هي. وانج كان اتغلب على باقي الحراس. ساعتها تشونج زي بتنهار لانها بتفقد كل اللي بيقربوا منها وبتعتبرهم اصحابها. في الوقت ده كان الجاسوس التاني في القصر سرق رمز تيانو، ولما وانج بيلاقي لو ينفان جاي بيسيب تشونج زي تقابله لوحدها، وكانت مقلوبة عليه بتلومه على 3 سنين كانت محبوسة فيهم بتتألم مع كل حركة ونفس وهو مش حاسس، وكانت مصدقة ان هو اللي عمل فيها كده. وتشونج زي بترفض انها ترجع مع لو ينفان تاني. ساعتها المعلم الاكبر وباقي المتدربين بيجوا يقبضوا عليها، بس هي بتقول لهم انهم مش هيقدروا يقتلوها لانها بنت نيلون. فجأة بتتفجر قواها المظلمة وتحوطها هالة من الطاقة الشيطانية لما بتطلب من لو ينفان انه يروح لها لو كان فعلا بيحبها، وبيفضل واقف مكانه مش بيتحرك. وقتها وانج بيظهر وبيقول لها انه جاي علشان ياخدها على قصر ابوها، وكان معاه سيف ملك الشياطين وبيديه لتشونج زي. ساعتها لو ينفان بيترجاها انها ما تاخدش السيف، بس تشونج زي مش بتسمع كلامه وبتاخد السيف. وفي لحظتها مظهرها بيتغير من اللبس الابيض النقي للبس الاسود المظلم، بيدل على تغيير قلبها من النقاء للظلام والكراهية. ولما بتسأل لو ينفان تاني لو كان بيحبها، بيحس بألم في قلبه من سم القلب وبيقع على الأرض، وبتضرب بسيفها ضربة واحدة بتوقع الكل على الأرض وبتختفي مع وانج. بترجع معها على قصر ملك الشياطين. ساعتها بتقاتل مع شوشيان وين شيمو والتالتة بتاعتهم علشان بيتنمروا عليها وبيتهموها بالضعف وإنها ما تستاهلش القوة دي. فجأة بيظهر الجاسوس اللي كان في مدرسة نانهو وبيحميها من هجمتهم بسيفه. ساعتها تشونج زي بتتعرف عليه من مهارته في استخدام السيف لأنه فكرها بالحركة اللي عملها مو لما بعد عنها السيف في قاعة الأسلحة. ده كان تيان تشيشي حامي ملك الشياطين اللي بيخدمه في السر من سنين. لما تشونج زي بتخرج من القصر وبيروح معاها وتكتشف ان ده هو نفسه المعلم مو اللي كان مهتم بيها طول الوقت من اول ما دخلت المدرسة، وهو اللي كان ورا كل اللي بيحصل، وهو برضه اللي قتل تشو. مو بقى بيفاجئها بمفاجأة الكبيرة لما بيقول لها انها تبقى بنت نيلون ملك الشياطين، وما هي تشو جي معلمة من طائفة نانهو من المعلمين الروحيين. الحقيقة ان في الماضي علشان ما كانوش عارفين يتغلبوا على نيلون بيبعتوا تشو جي جاسوسة عند القصر علشان تعرف كل اسراره وتتقرب منه، بس بتقع في حبه وبتجوزه. وقت المعركة الكبرى كانت هي اللي قدرت تقتله، ولولا انه كان بيحبها بجد ما كانش واقف الفخ اللي نانهو والمعلم يونكيو نصبوله. وقتها كانت تشونج زي طفلة صغيرة عايشة في قصر ابوها، ولما مو رجع القصر بعد المعركة ما كانش هناك غير وانج وهي. اضطر مو انه يتجول في العالم سنين ومعاه رمز تيانهو، وبعد فترة انضم لمدرسة نانهو. ولما تشونج زي بتسأله ازاي اتعرف عليها، بيقولها انها تشبه كتير امها، غير انها لما دخلت القاعة الكبيرة خافت من الرمز وهربت واتفاعل معاها. وبيكمل مو بيقول لها ان نيلون ما كانش بيسعى غير لانه يوحد العوالم الستة وبس، وانه عاوز يكمل مسيرته وينفذ امنيته الوحيدة في انه يوحد العوالم والكل يعيش بحرية بدل الكره وازدراء الشياطين اللي موجود لمجرد انهم شياطين. تشونج زي بقى بتبدا ان حبها للو ينفان بيتحول لكراهية بعد ما عرفت انه كان بيستغلها وبيتحكم فيها علشان يجبد قوتها الحقيقية. فتفتكروا الحرب هتقوم بين الاتنين وهتكون نهايتها ايه؟ ويا ترى الظلام اللي سيطر على قلب تشونج زي هو اللي هينتصر، ولا حبها للو ينفان هيخليها ترجع عن اذية الناس؟ ده اللي هنعرفه في الحلقة اللي جاية. لو عجبتكم حلقة النهاردة ما تنسوش دعمنا باللايك والشير للفيديو، وما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس علشان يوصلكوا إشعار بكل جديد بنعمله.